السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين نتكلم معاكم في 3 مواضيع مهمة جدا. المواضيع اللي احنا جايين نتكلم معاكم فيها دي بناء على اسئلتكم واستفساراتكم خلال اليومين اللي فاتوا بداية من أول أكتوبر 2023. طبعا احنا دي أول دورة صرف تتم بعد بداية المنظومة، عشان نبقوا فاهمين ان احنا اشتغلنا مع بعض 1/9. الحمد لله شهر 9 خلص على خير. ده أول شهر يتم بعد بداية المنظومة. فاللي بيحصل النهاردة وامبارح ده أول مرة يحصل مع المنظومة الجديدة. فاحنا محتاجين نفهم بس احنا هنعمل ايه خلال النهاردة وبكرة او اليومين الجايين دول. هنقسم موضوع اتنين. عندنا محافظة البحيرة وكفر الشيخ، ده موضوع هنتكلم بعديه، هنتكلم عليه بعدين. ونتكلم على المحافظات التانية. المحافظات التانية دلوقتي المفروض ان هي تعمل استعاضة. فالتاجر التاجر راح يعمل استعاضة، جاي ياخد التقرير. التقرير مش شغال. ايه ده ازاي؟ لا، هو التقرير شغال، بس التقرير اسمه تقرير السلع المنصرفة. طبعا بعض التجار ما عرفتش تطلع التقرير النهارده، وكلموني شخصيا وكلموا فرق العمل الموجوده في المحافظات، وتم توضيح الموضوع ليهم ان انت هتطلع تقرير السلع المنصرفه وهتحدد الشهر والسنه، هتلاقي التقرير طلع لك على طول وتقدر تشتغل بعد كده، مفيش اي مشكله. فالتقرير موجود فعلا، يعني التقرير مش موجود، لا التقرير موجود، اسمه تقرير السلع المنصرفه. الموضوع التاني اللي جايين نتكلم معاكم فيه، وده موضوع مهم جدا جدا جدا، بس ده بالنسبه لمحافظه البحيره وكفر الشيخ. محافظه البحيره وكفر الشيخ اتربطت على النظام ربط المخازن. طبعا النظام ده مش احنا اللي بنقوم بيه، بس احنا بنتابع معاكم وبنرد على اسئلتكم وبنتابع استفساراتكم ونوصلها للجهات المختصه. جاي اقول لك النهارده ان النهارده انت سالت وغيرك سال ان ازاي اطلع المخزون بتاعي من على المكنه. انا بقول لك ان المخزون بتاعك موجود على تطبيق تجار مصر. طب انت بناء على استفساراتكم بتقول لي ان ممكن الموبايل بتاعي يفصل، ممكن الشبكه ما فيهاش نت او ما عنديش نت على الموبايل فمش عارف اطلع المخزون بتاعي. عشان انت تبقى عارف ان احنا بندعمك وان احنا واقفين في ظهرك، احنا هنطلع لك الرصيد بتاع المخزون من على المكنه. يعني انت هتدوس على المكنه هيطلع رصيدك من السلع اللي موجود في المخزن بتاعك. ده طبعا اضافه لتطبيق تجار مصر. بقى عندك الامكانيتين، تجار مصر هتلاقي فيه مخزون، المكنه تقدر تطلع فيها الرصيد. الاتنين بيشتغلوا لحظيا او اونلاين بناء على اخر بطاقه اتصرفت من المكنه بتاعتك. طب ده الموضوع التاني. الموضوع التالت بقى بالنسبه لمحافظه البحيره بس. محافظه البحيره احنا ملاحظين ان كان في مشكله بسيطه في الارصده. بعض التجار كان الجرود بتاعتها فيها زياده، فدخلت الارصده بشكل مش مظبوط، او دخلت زياده شويه. الموضوع ده الحمد لله احنا بالتنسيق مع الجهات المختصه تم حله تماما، والارصده بقت واقعيه. برضو ما لاحظنا في محافظه البحيره ان بعض التجار رصيدها لسه ما حصلش فيه زياده. ده لسببين. سبب ان حضرتك الجرد بتاعك فيه مشكله، فحضرتك لازم تجرد وتروح تتاكد ان الجرد بتاعك راح الشركه اللي بتورد لك السلع عشان ينزل على النظام. مجرد ما نزل على النظام هتلاقي على طول السلع بتاعتك نزلت على المكنه وتبدا صرف على طول ومفيش اي مشكله. فهي المشاكل كلها بسيطه ومفيش مشاكل نقدر نقول ان هي تؤدي الى اي مشكله اكبر لا قدر الله. المشاكل كلها تشغيليه وبتعتمد على وعيك كتاجر. يعني المشاكل كلها بتعتمد على وعيك كتاجر. فانا برجو بناء على اللي احنا شايفينه من احصائيات التجار في محافظة البحيرة ومحافظة كفر الشيخ، لو سمحتم انشروا الصفحة والقناة بينكم عشان التفاعل بيننا وبينكم يبقى مباشر ونقدر نحل لكم مشكلكم اول باول. ليه انا بقول كده؟ لان محافظة كفر الشيخ والبحيرة للاسف نسبة تفاعلهم ونسبة تواجدهم على الصفحة قليلة جدا، واحنا مش عارفين نوصل طبعا لكل تاجر في مكانه. فدي الوسيله الوحيده اللي تخليني اقدر اوصل لك في مكانك اللي انت بتتواصل معايا. ويمكن اغلبكم عرف او بيشوف ان انت مجرد ما بتبعت الرساله بيتم الرد عليك على طول بحل المشكله او بالمتابعه لحد ما المشكله بتاعتك تتحل. ده بالنسبه لمحافظه كفر الشيخ والغربيه. احنا معاكم لحظه بلحظه، وصدقوني ان احنا في ظهركم ومعاكم وما تقلقوش. وان شاء الله الشهر ده هيخلص بمنتهى الخير والامن،
والسلام والمكسب، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا، واحنا برضو معاكم لان انتوا شركاء النجاح وانتوا شركائنا في اي نجاح احنا بنعمله. شكرا جزيلا ليكم، واحنا بنتاسف ليكم ان احنا اتاخرنا عليكم في الفيديوهات، بس اعذرونا بحجم العمل وحجم وضغط الشغل اللي عندنا خلال اليومين اللي فاتوا. بنشكركم شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.